أصعب اختيار بيقع فيه أي كاتب هو الاختيار بين إن عمله يكون تايه وملخبط أو ممل ومتوقع، لكن هاني سرحان عرف يمسك العصاية من النص وكتب لنا قصة بطل مش مملة ولا تقليدية وفي نفس الوقت مش تايهة ولا مفككة. قصة بطل عشنا معاه 10 حلقات وكان اسم على مسمى لأنه كان فعلا بطل العالم. أهلا بيكم في فيلمولوجي. في الكتابة والأدب في حاجة معروفة باسم رحلة البطل، وهي باختصار مراحل تحول البطل والمشاكل اللي بيقابلها ورجوعه في النهاية بعد الرحلة دي. وفي رحلة البطل بنعيش سوا تطوره من شخص عادي لبطل حقيقي، وبنركز على الجوانب الإنسانية اللي موجودة فيه. وده بالظبط اللي حصل في المسلسل بتاعنا، وعشنا مع صلاح رحلة على مدار ال10 حلقات، ومن رأيي إنها كانت رحلة ممتعة ومكتوبة بشكل ممتاز. القصة كانت مكتوبة بطريقة تضمن إن الأحداث اللي في الرحلة تكون منطقية ومتوازنة. بناء درامي متماسك وتسلسل وتصاعد الأحداث كان منطقي جدا، لأن القصة اتكتبت زي مئات رحلات الأبطال الناجحة في الأدب، من أول ملحمة الأوديسا لحد رواية أن تقتل طائرا بريء. ونقدر نقول إنها وصفة سحرية ناجحة ومتجربة أكتر من مرة، لكن نفس سر النجاح ده هو اللي ممكن يسبب فشل العمل اللي هيتكتب على تيمة رحلة البطل. والسبب ده هو الملل، أو بمعنى أصح توقع الأحداث. أصل هتقول إيه جديد يعني غير اللي اتعمل قبل كده؟ وهنا كان في سؤال صعب قصاد هاني سرحان مؤلف بطل العالم. هل ياخد الشكل الأكاديمي عشان يحافظ على تماسك العمل بتاعه بس في نفس الوقت يطلع مسلسل ممل، ولا يكتب حاجة مسلية وشكلها حلو لكن ما تكونش متماسكة دراميا؟ ورغم ان القرار يبان انه صعب وتحدي مستحيل تكسبه من غير ما تضحي بجزء من جمال عملك الفني، الا ان هاني سرحان قدر يوازن بين الحاجتين دول وطلع لنا رحلة بطل غير تقليدية، رحلة بطل العالم. من اول ما شفت اعلان المسلسل وانا متوقع انه هيكون حاجة مختلفة عن كل المسلسلات اللي شفتها قبل كده. النهارده هكلمكم عن تحليل المسلسل وهل كان قد التوقعات ولا لا. بس المرة دي هنلعب لعبة جديدة في الحلقة دي. هنجيب نموذج رحلة البطل ونشرح احداث المسلسل عليه عشان اوريكم قد ايه هو مسلسل عبقري ومكتوب بشكل ممتاز، واننا بجد محتاجين مسلسلات كتيرة زي بطل العالم الفترة الجاية. فيلا بينا. ممكن نقسم رحلة البطل لأربع أجزاء رئيسية. أولها هو نداء المغامرة، واللي اتمهد له بشكل حلو قوي من ناحية البناء الدرامي. في أول حلقة بنتعرف على صلاح والعالم بتاعه، واللي كانوا عبارة عن عالم واقعي ومألوف جدا، مش عالم خيالي مخلوق عشان أحداث المسلسل. عالم صلاح هو بيئة أغلبنا شافها أو عاش فيها بالفعل، وده خلى التجربة تكون أقرب وأصدق. حتى الشخصيات اللي حواليه زي صاحبه كانت مجرد شخصيات عادية، مش منقذ بقى ولا كان شخص عبقري. بالعكس، صاحبه ساعات كان بيزود مشاكله اكتر ما بيحلها، لكنه في نفس الوقت جدع وشبه ناس كتير في حياتنا بنحبهم رغم عيوبهم. بناء العالم بالشكل ده قدر يربطنا بسهوله بصلاح ويحسسنا انه واحد مننا. صلاح كان شبهنا، او بمعنى اصح قدرنا نشوف نفسنا فيه. وبعد كده بيحصل نداء المغامره، وده اللي دنيا عملته لما حاولت تدخله العالم بتاعها عشان تخليه يواجه سليمان ويقف معاها قصاده. وعجبتني قوي التفصيله بتاعت ان هو ما كانش في جروب الجردات اللي حذروا بعض من سليمان. وبعدها بتيجي مرحله الرفض، وده كان طبيعي ومنطقي جدا بالنسبه لي، لان كل الجردات التانيين رفضوا ده، وطبيعي اول ما يعرف ده هو كمان هيخاف، لان صلاح مش سوبرمان عشان يقف قدام سليمان ورجالته كلهم. واكبر دليل على ده انه اتمسك وكان هيروح في داهيه عادي جدا. على فيلا على مطبعه وشغلانه في الهادي، مرة واحدة بقيت محروق وضرب وقلة قيمة. تاني جزء معانا وهو البداية، ودي بتبدأ إن البطل يقبل المغامرة، وده اللي حصل في مشهدهم سوا في العربية لما قرر صلاح إنه يساعد دنيا. وفي العادة بيظهر مرشد عشان يساعد البطل في رحلته، ودور المرشد ده إنه يوجه البطل ويخليه يشوف الصح من الغلط ويطلعوا من مشاكل. الا ان في المسلسل هنا الموضوع اتلعب بشكل اجمل بكتير. لو ركزنا في كلمات تتر البدايه هنلاقيها بتقول ما كانش فيها جايد. فعلا مش بتغير، دايما نفس الفايل، كل مره تيجي رساله تقول الدنيا فاين، ما كانش فيها جايد. وفعلا صلاح ما عندوش حد في حياته نقدر نقول عليه مرشد. يعني صاحبه مثلا كان عنده مشاكل الدنيا والاخره وتايه اكتر من صلاح، ودنيا كمان ما كانتش تعرف تعمل حاجه لنفسها وهي اللي كانت محتاجه صلاح. حتى ابوه اللي كان المفروض يكون صوت ضميره طلب منه اكتر من مره انه يعمل حاجات غلط في المسلسل، زي انه يتنازل عن مبادئه او يتخلى عن الناس اللي بيحبوه. لكن المرشد في رحله صلاح كان صلاح نفسه، او بمعنى اصح كانت مبادئ صلاح اللي فضلت ثابته على مدار حياته وما تهزتش ثانيه واحده. وزي ما التتر بيقول برضو فعلا مش بتغير. وبعدها بتبدا مغامرتنا وبنشوف ازاي بيوصلوا لمرحله ما ينفعش رجوع بعدها تاني، والمرحله دي هي دخولهم لعالم سليمان وتحديه، وبعدها الاتفاق اللي بيتفقوا معاه عشان يرجعوا له فلوسه ودنيا تاخد فلوسها. ممكن نقول ان من النقطه دي كل حاجه اتغيرت. وبالنسبه لي الاختبار او التحدي اللي كان قدام صلاح كان مكتوب بشكل حلو قوي، ورغم اني كنت مشدود اعرف هيلاقوا الفلوس ولا لا، ولا هو اصلا فيه فلوس، لان اكتر حاجه شدتني من المسلسل هي ان اتعرف على صلاح اكتر
واخوض معاه رحلته للبحث عن نفسه. وعجبني قوي ازاي حلفاء صلاح او عيلته كانوا بيحبوه ويساعدوه زي ما كان بيحبهم ويساعدهم، وكل واحد فيهم كان بيساعده بطريقته. ريعو اللي كان بيخاف وما بيعرفش يواجه حتى نفسه كان بيساعده من بعيد على قد ما يقدر. انت لو تتمرن هتقعد الناس كلها في البيت، وانت في زيك يا صلاح. وابوه كان بيساعده بوقفته جنبه وانه يسنده بشكل مباشر لما يحتاج له، سواء بيعمل ده بمعارفه او بقوته حتى. واخيرا الطفل ياسين اللي كان بيفوق صلاح لحقيقته وكان بيصحيه من خوفه او تردده بمعنى اصح. وحابب اقول ان ادم النحاس طفل موهوب وقدر يقنعني بالدور اللي اداه من غير ما يبان انه بيتصنع حاجه. ومع الجزء الثالث من رحله البطل وهو التحول، وده اللي حصل لصلاح بعد ما سليمان انتصر عليه في المعركه الاولى، بعد ما اخذ منه كل حاجه ودمر احلامه وخلاه كمان يشك في نفسه. صلاح شك انه بطل فعلا وكان خايف يواجه سليمان، ورغم انه كان خايف في الاول وثقته كانت مهزوزه الا انه وقف على رجله وواجه كل حاجه لوحده. وزي ما بيقولوا فالشجاعه مش غياب الخوف لكنها الانتصار عليه، وده بالظبط اللي صلاح عمله لما راح لسليمان واتغلب على خوفه. بالنسبه لي ما كانش فارق معايا قوي صلاح هيجيب الفلوس ولا لا، لان مش ده اصلا الانتصار اللي انا مستنيه. الانتصار كان لما صلاح قدر يغلب خوفه ويتخطاه وقرر انه يحاول، ده في حد ذاته انتصار وانتصار كبير قوي. والجزء الاخير وهو العوده، واللي كانت مكتوبه حلوه قوي في المسلسل. صلاح رجع لعيلته تاني وكسب كل حاجه ممكن تخليه سعيد، اهله بخير واثبت لنفسه انه بطل وممكن يعتمد عليه وانه قد المسؤوليه. كمان صلاح حقق حلمه بانه يفتح مكان يدرب فيه الاطفال على الملاكمه، ودنيا عرفت انها كانت ظلماه واعتذرت له واخد حقه من سليمان. ومش بس صلاح اللي بيحقق حلمه ويوصل لهدف، لكن كمان كل اللي حواليه بيعملوا ده. كل اللي حوالين صلاح اتاثروا باللي عمله وحياتهم اتحسنت. ريعو واجه خوفه واتغلب عليه وحلق شعره، ودنيا بتحقق حلمها وبتغني اغاني ليها مش كفرز لناس تانية لانها عايزه تكون هي مش نسخه مكرره من حد. وكابتن يوسف اللي قدر يقوم من موته واحساسه بالذنب وقدر يعيش حياته تاني عشان الناس اللي بيحبوهم وبيحبوه. حابب اقول ان بطل العالم تجربه مختلفه عن القصص التقليديه اللي بنشوفها في كل المسلسلات. كفايه ان المسلسل قدر يطلع لنا بطل شبهنا، بطل حقيقي مش بيزعق ولا بيحزن ولا بيتكلم كلام كبار ويخربش على الكلام ويقول حاجات شبه اللي عايش برضا امه ومحدش بيهمه. ده كده الكلام قام والحمام نام. تيت وخلص الشريط. عشان كبير البلتكانه لو غاب عليك هقلعك رجليك. كده انت بتنهيها يا مهاتما وبتدبنا في عبنا. يا ابني ما تتكلم عادي يا ابني، ما تتكلم ليه تدبنا في عبنا وتبخنا في ودننا وتقرصنا في وركنا؟ ما تقول كلام عادي، قول مثلا بتقاسمنا في رزقنا. وخلينا نتكلم عن شخصيات مكتوبه بشكل حلو قوي في المسلسل، ونبدا بصلاح. صلاح ما كانش بطل بالمعنى التقليدي اللي بنشوفه في الافلام والمسلسلات، الشخص اللي ما بيتضربش او بينتصر لاهدافه الشخصيه، لكن صلاح حد شبهنا. لو بصيت حواليك او لنفسك هتلاقي تشابه كبير بينك وبين صلاح. على سبيل المثال صلاح عاش حياه بتجبره على حاجات مش عايزها، من اول اب عايزه يكون بطل العالم عشان يتفخر بابنه لدرجه انه يلومه لو تخلى عن ده في وقت من الاوقات لانه حلم ابوه اكتر ما هو حلم صلاح، لحد وظيفه مش شبهه ولا معموله له، من اول لبسها لحد الاماكن والناس اللي بيشتغل معاها. حتى مراته اللي اتجوزها عمره ما حبها لكنه كان مضطر انه يعيش معاها. وهي دي الحياه، بتجبر ناس على حاجات مش عايزينها لكن بنعملها واحنا مضطرين. شخصيه صلاح كانت حقيقيه قوي، وده اللي خلاني احس بمشاعره كلها، خلاني اتعاطف معاه كمان وابقى عايز امد ايدي واساعده. وبجد عصام عمر قدر يقدم لنا صوره بطل تلمسنا وتكون قريبه مننا قوي. بطل بطولته مش في كونه ملاكم او قوي، لكن بطولته في انه عنده مبادئ وشجاعه كافيه تخليه قد المسؤوليه. والكاتب اكد على المعنى ده اكتر من مره، لكن بالنسبه لي اجمل مره عمل فيها ده كانت في الحلقه السابعه في حوار صلاح مع ابوه. المشهد ده لخص فكره العمل كلها، وهو الصراع بين مفهوم البطل كانجاز شخصي وانتصار للنفس. صلاح اختار انه يكون انسان قبل ما يكون بطل رياضي، ضحى بمستقبله عشان ابن اخوه، وده بالمناسبه اصعب بكتير من التضحيه عشان الابن. وجهه نظر صلاح كانت عبقريه وعجبتني قوي، ان اللي بيعافروا في الدنيا عشان بيوتهم والناس اللي بيحبوهم هم الابطال بجد، وان تحقيق الذات بالانانيه هيخلي الناس تقول عليك بطل وتاخد ميداليات، لكنه هيخليك مجرد تمثال اجوف وفاضي. والاجمل ان صلاح ما تمناش الزمن يرجع عشان يصلح غلطته، بالعكس صلاح كان فخور بقراره. عشان كده لحظه هزيمته وسكوته قدام الناس كانت في الحقيقه لحظه ارتقاء وسط عالم مليان انانيه. الكاتب هنا بيعمم الرساله وبيقول لك بص حواليك هتلاقي مليون بطل من غير ميداليات بيقعوا وبيقوموا كل يوم عشان غيرهم يفضل واقف. البطوله مش في انك تكسب والناس تسقف لك وتحتفل بيك، لكن البطوله الحقيقيه في السعي والمعافره والتضحيه. محاولتك كل مره بعد وقوعك هي المعنى الحقيقي للبطوله. وزي ما صلاح وياسين قالوا فالبطوله والقوه في انك تتضرب وتستحمل ضربات الدنيا ورغم كده تقوم وتكمل، زي ما صلاح عمل وغيره كتير من الناس بيعملوا في حياتهم كل يوم. ولو في حد يستحق التسقيف فهم الابطال دول. وحابب اوجه تحيه لكل بطل حقيقي واقول له انت بتعمل المستحيل وتستحق التقدير اكتر من اي حد تاني، وانك بسعيك واملك في الحياه
فانت بطل العالم الحقيقي. تاني شخصيه معانا وهي شخصيه كابتن يوسف. كابتن يوسف اب عادي جدا، عنده الرغبه في انه يتفاخر بابنه او يحقق حلمه اللي ما عرفش يحققه عن طريقه. ورغم ان دي حاجه انانيه لكني ما اقدرش اقول عن كابتن يوسف غير انه اب كويس، لانه كان بيقف جنب صلاح كل ما يحتاج له حتى لو صلاح ما طلبش منه ده. وكابتن يوسف كان راجل بيحب عيلته فعلا لدرجه انه ما قدرش يسامح نفسه بعد موت ابنه، وعاش ميت من ساعتها زي ما وصف نفسه. كمان كابتن يوسف حقق لصلاح حلمه في انه فتح له المكان اللي هيعلم فيه الاطفال الملاكمه، ودي حاجه بتورينا انه شخص كويس وعايز يشوف ابنه مبسوط. وبجد حابب اقول ان محمد لطفي ممثل اندرريتد جدا وعنده ادوار كتير حلوه قوي، زي دور خداش في بدل فائد، وقبيل في رسائل البحر، وكابتن يوسف في بطل العالم. ولو في حد لمسني وحسسني بكميه مشاعر غريبه في المسلسل هو محمد لطفي، اللي قدر يقنعني بكل مشهد من غير ما يبان انه اوفر او بيتصنع. ونيجي لاخر شخصيه معانا واللي حابب اتكلم كتير عنها وهي شخصيه سليمان. شخصيه سليمان كانت واخده مساحه كبيره لدرجه انها كانت حبكه ثانويه في المسلسل. الكاتب خلانا مشدودين نعرف الماضي بتاع سليمان ودوافعه لتصرفاته اللي شفناها. كمان الشخصيه كان فيها تناقضات كتيره جدا زيها زي اي انسان. سليمان اللي يبان من بعيد انه وحش وقلبه حجر بنشوفه بيعيط في مشهدين عباره عن لوح فنيه. اول مشهد كان لما قتل حبيبه عمره لانه اكتشف الحقيقه المؤلمه، وهي ان الست اللي حبها عمرها ما حبته ولا هتحبه، وقرر يتخلص من كل ده بانه ينهي حياته. لكنه لما عمل ده فضل يعيط وكان ندمان، ندم على عمره اللي ضاع في حب من طرف واحد، وندم انه قتل اكتر انسانه حبها وقدرت تحرك مشاعره لدرجه انها كانت بتخليه زي الطفل الصغير اللي فرحان بالعيد. وتاني مشهد لما حس انه السبب في اللي حصل لاخوه وفضل حضنه وهو منهار نفسيا، وكانه بيسال نفسه ازاي انا بحب اخويا وبخاف عليه وعرضه لكل ده. سليمان مش فيلن عادي لكنه فيلن معقد جدا كتابيا، ويمكن تعقيده جاي من حقيقته، لان النفس البشريه هي حاجه معقده وفيها تناقضات كتير، وده باين في سليمان بشكل واضح. شخص بيدوس على اي حد في طريقه لكن في نفس الوقت بيضعف قدام خوفه على اخوه وحبه لحبيبته. شخص مادي حاطط الفلوس قبل اي حاجه لكنه لسه فاكر زباينه القدام واوقات بدايته. شخصيه سليمان بالنسبه لي هي افضل شخصيه مكتوبه في المسلسل، ورغم انها شخصيه مركبه ومليانه تعقيدات وتناقضات الا ان الفنان العبقري فتحي عبد الوهاب قدر يتقمص الشخصيه المركبه دي، تقمصها بكل تعقيداتها ومشاكلها وخلاني اصدقها جدا. بصراحه فتحي عبد الوهاب جوكر، وبيعرف يتقمص اي شخصيه بيلعبها بشطاره، وبيخلينا نعيش مع الشخصيه واحنا حاسين انها حقيقيه وخارجه من الشاشه. واتمنى اشوف فتحي عبد الوهاب في ادوار اكتر لاني متاكد ان عنده كتير لسه يقدمه. وبكده يكون كلامنا عن الشخصيات خلص، وحابب اقول لكم ان مسلسل بطل العالم كان تجربه لطيفه جدا وممتعه جدا بالنسبه لي، وكنت بتابع المسلسل وانا متشوق اشوف الاحداث الجديده مع كل حلقه، لان المسلسل معمول حلو في كل حاجه، من اول تتر البدايه والاغنيه الجميله للاخراج العبقري من عصام عبد الحميد لحد الكتابه الحقيقيه والتمثيل اللي مفتقدينه في مسلسلات كتير. مسلسلات بتكون واقعه في التمثيل لدرجه تقفلك من العمل كله حتى لو القصه حلوه، لكن في بطل العالم الموضوع كان مختلف تماما. الكيمياء بين جيهان الشماشرجي وعصام عمر كانت مخلياني مبسوط جدا وانا بتفرج، واللقطات اللي بيتقابلوا فيها كانت لطيفه جدا. كمان احمد عبد الحميد عمل دوره على اكمل وجه، وبجد انا شايف انه ممثل موهوب وقدامه مستقبل كويس، واتمنى الاقي في مسلسلات رمضان حاجه معموله حلوه قوي كده، حاجه تخليني مشدود اكملها لاخرها زي ما المسلسل ده عمل. ورغم انه مسلسل قصير ومكون من 10 حلقات لكنه قدر يديني قصه حلوه ورساله احلى. وبالنسبه لمشاكلي مع المسلسل فرغم ان القصه كانت مكتوبه بشكل حلو قوي وكانت حقيقيه الا ان حسيت ان اخر حلقه بالكامل كانت فاضيه وما فيهاش احداث قويه قوي، او بمعنى اصح ما كانتش النهايه اللي تليق بمسلسل زي ده، لان النهايه ما جاوبتش على حاجات كتير زي ايه سبب العداوه بين سليمان وكابتن يوسف، وموت اخو صلاح اللي كان على الاقل لازم مشهد واحد يحكي لنا فيه ده، وهل صلاح هيحاول يدخل تاني بطوله العالم ولا هو اكتفى بكده؟ طيب ليه صلاح ما صارحش دنيا بحب؟ كل الخيوط دي مع خط تاني لخروج سليمان براءة من القضية زي ما سمعنا هي حاجات بتقول لي ان المسلسل احتمال كبير يكون له جزء تاني. تفتكروا ممكن نلاقي جزء تاني لبطل العالم؟ وتحبوا ده ولا مش مستنيين من القصة حاجة تانية؟ في النهاية المسلسل كان كويس وممتع وتقييمي ليه 8 من 10. لو شفتم المسلسل قولوا لي رأيكم في التعليقات وتقيموا كام من 10، ولو لسه ما شفتوهوش فمستنيين ايه؟ لازم تشوفوه لان فايتكم كتير جدا. في نهاية حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لنا حابين نتكلم عن ايه في الحلقات الجايه. سلام.